ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عندنا النهارده فتة الشاورما فراخ. هنعمل كذا حاجة. هنعمل معاها التومية. اتفرجوا لاخر الفيديو ان شاء الله يعجبكم. عندنا هنا ربع كوباية زيت، وحطينا ربع كوباية خل، وحطينا ملح، وحطينا فلفل، وحطينا سكر، كلها معالق صغيرة، وحطينا بابريكا وتوم باودر، وحطينا بصل باودر، وحطينا كاري. وعندنا هنا بقى الفراخ اللي مقطعينها بالطريقة دي، الشاورما. مقطعنا شرايح رفيعة، بتبقى شكلها حلو جدا في التقديم. تمام. هنحطها بقى في التتبيلة مش أقل من ساعتين، ولو متاح قبلها بيوم يكون أفضل برضو. هنعمل هنا بقى الرز. عندنا رز بسمتي. كمية طبعا اللي انتي بتستخدميها. لكل كوباية رز بسمتي كوباية مية أو كوباية شوربة. أنا هنا حطينا الزيت، طبعا احنا مولعين النار. حطينا زيت وحطينا الكركم، معلقة كركم كبيرة، وحطينا ملح. تمام. هنشوحها شوية في الزيت، التوابل اللي احنا حطيناها، الكركم مع الملح. تمام. وطبعا احنا غسلنا الرز، غسلناه كويس، وصفينا منه المية. ممكن تنقعيه شوية، وممكن لو مستعجلة هتستخدميه طبعا على طول. هنا الرز غسلناه وصفيناه من المية. تمام. نزلنا بيه بقى. هنقلبه شوية كده مع الكركم عشان يدينا اللون الأصفر. تمام. هنقلب فيه كويس جدا بقى وهنشوحه. هنفضل نشوح فيه شوية، يعني 5 دقايق كده. وطبعا هيكون عندنا بقى محضرين مية مغلية او شوربة المتاح عندك. وزي ما قلنا لكل كوباية رز بسمتي كوبايتين مية. تمام. هنا انا تقريبا كنت حاطة كوباية ونص، حطيت عليهم 3 كوبايات مية سخنة. هسيبهم بقى يغلوا. تمام. وطبعا هنظبط الملح بتاعنا. هنا بقى عندنا العيش اللي احنا هنحمصه في الفرن. هنكون مشغلين الفرن، طبعا اي حاجة بنستخدمها في الفرن انا بشغله قبلها بشوية كويسين يعني. على الرف اللي في النص، وعادي ده عيش هنحطه على اعلى درجة حرارة او درجة حرارة 200. وطبعا هنتابعه كل شوية. ودي خلطة 11 بهار انا بستخدمها. رشيت كده، قطعت العيش زي ما انتوا شايفينه بالمربعات كده. تمام. وبهرتها بال11 بهار، بيبقى طعمها حلو جدا. وساعات كمان بديها رشة زيت، وممكن لو اي توابل موجودة عندك بتحبي طعمها تضيفيها. على الرفل في الوسط زي ما قلت. وسبناها بقى شوية. هنا بقى الرز كانت المية اتشربت. تمام. هنهدي النار بقى عليها، وهنغطي الحلة، وهنسيبه شوية طبعا لحد ما يتبخر والمية كلها تبقى اتشربت. هنا بقى هنعمل التومية، ركزوا معايا. عندنا هنا توم فرمناه، يعني فصين توم على حسب، يعني بتحبي التيست بتاع التوم يبقى باين اكتر ولا لا. هنا عندنا نص كوباية مية، كوباية شاي نصها مية، ومعلقة كبيرة نشا. تمام. دوبنا فيها النشا، وحطينا معلقة سكر زي ما انتوا شايفين كده. دوبنا ده كله في نص مية. تمام. الكوباية صغيرة حطينا فيها نص مية، وحطينا معلقة نشا كبيرة ومعلقة سكر صغيرة، والثوم اللي احنا فرمناه هنحطه مع النشا بالشكل ده، وهنقلبه برضو. تمام. هنا العيش انا كان اتحمص، بوريكم ان هو مقرمش خلاص وتمام. تمام. انا بأكد عليكم. هنا بقى الثوم اللي احنا حطيناه مع النشا والمية عشان يهدي طعم الثوم، ميبقاش لاذع قوي مننا. في طاسة بقى سخنة على النار هننزل بقى بالميكس اللي احنا عملناه. تمام معايا. هنسيبه بقى كده النار، يعني النار متوسطة، وهنقلب فيه. هيدينا قوام كده زي القوام المهلبية، لان طبعا فيه نشا. هنقلب فيه بقى لحد ما نلاقيه متماسك مع بعض شوية. هنلاقي ده كله اتماسك مع بعضه. تمام. اللي احنا حاطينه ده نص كوباية المية، والمعلقة الكبيرة نشا، ومعلقة سكر، والثوم المفروم اللي احنا فرمناه. شايفين بدأ يتماسك مع بعض. خلاص، بمجرد ان هو يتماسك مع بعض هنرفعه من على النار، وهنسيبه يبرد عشان احنا
لسه في خطوات تانية هنكملها مع بعض. تمام. خلاص هنا يعتبر وصل للسمك اللي احنا عايزينه. خلاص جمعته مع بعض وهنسيبه بقى ايه يبرد وبعد كده هنرجع نكمل الخطوات، لان انا هكمل ضربه في الكبة اللي انا كنت فارمة فيها الثوم. تمام. مش هينفع طبعا احطه وهو سخن. تمام كده. هنحط بقى هنكون مجهزين معلقة كبيرة زبادي، يعني نص علبة الزبادي، يعني ممكن دي معلقة ونص كبيرة او معلقتين. تمام. هنحط الزبادي وهنحط مايونيز. هحط معلقتين كبار مايونيز. يبقى حطينا معلقتين كبار زبادي، معلقتين كبار مايونيز، وهنحط معلقة صغيرة ملح، وهنحط معلقة صغيرة برضو سكر. تمام. وكمان عندنا معلقة كبيرة خل. هنحط بقى هنا كان عندنا الميكس اللي احنا عملناه كان برد. هنحطه بقى على في الكبة عشان نضربه. حطينا هنا الملح كنا لسه بنحطه. هنا بقى ضربناه. لازم نضربه كويس جدا عشان ما يبقاش فيه تكتلات. وبيبقى السمك بيبقى زي ما انتوا شايفينه كده. اخر خطوة بنعملها ان احنا بنحط معلقة كبيرة زيت عشان بقى يدينا اللمعان اللي بنشوفوه في التومية كده زي ما انتوا شايفينه. هنا بقى احنا حطيناه في الطبق. ده السمك بتاعه اللي انتوا شفتوه بيبقى تحفة، وكمان كل ما بتسيبيه بتلاقيه كمان تقل شوية. هنا بقى الرز كان خلاص خلصناه. جميل طبعا وكان ريحته تحفة زي ما انتوا شايفينه. هنا بقى احنا بدأنا نشوح الشاورما اللي احنا كنا طبعا سايبينها في التتبيلة. دي اول حاجة احنا عملناها مع بعض. حطينا بقى في الوك اللي عندنا، حطينا معلقة زيت صغيرة مش كتير، لان احنا اصلا في التتبيلة حاطين زيت لو تفتكروا يعني. فهنا ما كترناش زيت، حطينا بس معلقة كده صغيرة. وطبعا النار معلينها عشان احنا عايزين الصدمة بتاعتها مش عايزينها تنزل مية. هنشوح بقى الشاورما اللي عندي. هنسيبها كده مش هنقلبها كتير في الاول لحد بس ما تاخد ما تحمر من تحت. تمام. هنا بقى كنت بفككهم من بعض. كان ريحتها خطير والتتبيلة بجد دي تحفة جدا، يعني ممكن تستخدموه في كذا حاجة تانية. هنا خلاص كانت الشاورما دخلت في السوا عندنا. ولونها تحفة زي ما انتوا شايفين وكان طعمها حلو جدا. تمام. خلاص احنا كده. وطبعا البطاطس المحمرة الاساسي اللي عندنا. هنا بقى احنا كنا بنحط بقى الاكل. حطينا اول حاجة الرز البسمتي اللي احنا عملناه مع بعض. تمام. هنحط اول طبقة حطينا الرز، وبعد كده هنحط الشاورما اللي عندنا. شايفين لونها خطير ازاي، كانت حلوة جدا. هنا بقى هنحطها بالطريقة دي. وهنحط العيش اللي احنا حمصناه، هنحطه حوالين الرز كده. تمام. هنعمله دايرة كده حوالين الاكل. هنحط بقى كل الكمية الموجودة عندنا من العيش. تمام. ده كان الشكل النهائي ليها. وطبعا التومية هنديها رشة كده من فوق. تمام. هنحط برضو تومية بقى كده نزوقها ونظبطها من فوق. كانت قمر قوي بجد، يعني جربوها بجد والتومية تحفة. يلا بقى جربوها بسرعة وقولولي رأيكم ايه. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك. يلا باي باي.